تفتكر ليه المنصورة بلد الجمال وناسها حلوة قوي كده؟ يا سلام، هي دي عايزة حاجة؟ لويس يا باشا، لويس هو اللي جه عمل معاهم الجلاشة وحسن لهم الناس. يعني تقصد ان جمالهم ده جمال فرنسي؟ يا باشا، دي حاجة معروفة، المنصورة دول احفاد لويس. طيب المنصورة بلد الجمال عشان هم احفاد لويس؟ تعميم باطل ومالوش اي اساس من الصحه وهنصلحه النهارده. قبل ما تيجي الحمله الصليبيه السبعه على مصر، مدينه المنصوره كان اسمها جزيره الورد. جت الحمله الصليبيه على مصر بقياده لويس التاسع سنه 1250 ميلاديه، وكان معاه اكتر من 80,000 جندي من الفرنسيين والانجليز علشان يدخلوا مصر ويحتلوها. الملك الصالح نجم الدين ايوب كان ساعتها موجود في دمشق، ولما عرف ان الحمله الصليبيه جايه مصر قرر انه لازم يكون موجود في مصر في الوقت ده، ولكن للاسف اتوفى قبل ما تيجي الحمله الصليبيه. اللي مسك إدارة شؤون البلاد من بعده هي زوجته شجر الدر. جات الحملة الصليبية على مصر واحتل الملك لويس دمياط، وبعد كده كان عايز يروح ناحية القاهرة. القيادة العسكرية للمصريين ساعتها كانت مع الظاهر بيبرس، واللي قدر بذكائه ان يعمل للصليبيين فخ يقضي عليهم في قلب المنصورة. الفخ بقى يا سيدي هو انه قال لاهالي المنصورة والمقاومة الشعبية اوعى حد يتحرك من مكانه، ومحدش يخرج من بيته ولا من المنصورة، وسيبوهم يدخلوا المنصورة براحتهم خالص، كأننا استسلمنا ليهم. وبالفعل دخل الجيش الصليبي بقيادة لويس المنصورة، وافتكر بقى انه خلاص احتل المنصورة، ما هو مفيش اي مقاومة من اهلها وسايبينه يمرح فيها براحته. ده لانه لما دخل المنصورة ما لقاش اي حد حرفيا في الشارع. دخل الجيش الصليبي واللي كان عدده فوق ال 80,000 جندي بأحصنتهم في شوارع المنصورة. في اللحظة دي بقى خرج اهالي المنصورة من كل حتة، ده كانوا بيطلعوا لهم من تحت الارض. والجيش المصري اللي كان واقف على حدود المنصورة بعد ما الفار دخل المصيدة هجموا عليهم في معركة عنيفة بقى انتهت بانتصار الجيش المصري. تقدر تقول كده اهالي المنصورة عملوا من جيش الصليبيين بطاطس محمرة. ده ساعتها ما كانش في مكان تقدر تمشي فيه في المنصورة من كتر جثث الفرنسيين والانجليز اللي مرمية في الشارع. وهوب اهالي المنصورة بقى اثروا لويس التاسع قائد الجيش الصليبي بنفسه، وحطوه في دار ابن لقمان في المنصورة، ودفع ساعتها فدية 10 مليون فرنك فرنساوي. دي ميزانية دولة بحالها ساعتها. وانتهت الحملة الصليبية بهزيمتها وانتصار الجيش المصري، وده بفضل ربنا ثم مقاومة اهالي المنصورة. لويس بقى ما خلفش في مصر ولا كان ليه اولاد ولا كان ليه احفاد، ده كان اسير ذليل يا عيني. وزي ما قلت في بداية الفيديو ان المنصورة دي اصلا كان اسمها جزيرة الورد. بعد المعركة دي بقى اتسمت بالمنصورة بسبب اللي حصل على ارضها، وتحول اسمها من جزيرة الورد للمنصورة.